سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في قناتي ليديس وانا بلا مزيانين. وصفات تاع اليوم راح نديروا طعام بالقرنينه، ولا كما يقولوا له في منطقه القبائل السكسوس تغديوه. واش رايح نسحقوا في هذه الوصفه؟ عندي هنا كميه من القرنينه، حبه بصل مسكرفجه، حبه طماطيش مسكرفجه، شويه تاع اللحم، عندي زروديه قطعتها بهذه الطريقه، شويه حمص، نص مغرفه طماطيش مصبره. بالنسبة للتوابل عندي راس الحانوت، فلفل أسود، فلفل عكري، شوية قرفة، شوية ملح، مع شوية تاع الزيت. الحاجة الأولى نحكم القرنينة تاعي نغليها مدة 5 دقائق. نجي الاخرى نوجد المرقة تاعي. انا حكمت قدرة، حطيت فيها شوية تاع الزيت مع اللحم، قليتهم مليح، بعدها ضفت لهم البصل مع الطماطيش المصبرة والطماطيش المسكرفجة، زدت قليتهم، بعدها ضفت لها الحمص مع الزرود ديالي كنت قطعتها بهذه الطريقة، خليتهم يتقلاو لي مليح. ومن بعد زدت لها شويه تاع الملح مع التوابل اللي قلنا: فلفل اسود، راس الحانوت، شويه قرفه وفلفل عكري. مرقتها مباشره. بعد ما شفت الخضره تاعي طابت لي نص طياب، ضفت لها القرنينه اللي كنت غليتها. من جهه الاخرى نوجد الطعام تاعي. انا حكمت الطعام تاعي، ضفت له شويه تاع الماء، خليته يتشرب، بعدها فورته التفويره الاولى. بعد ما فرليت التفويره الاولى لحيته، زدت ضفت له شويه تاع الماء مع شويه تاع الملح وشويه تاع الزيت، وفورته التفويره الثانيه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، اللي كان طعام بالقرنينه او سكسوس تغديوت. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش بالاعجاب.